الحسد في حاجتين اتنين بس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك وبيقول لي إن الحسد في حالتين اتنين بس. طب إيه هما يا رسول الله؟ أول حالة معانا راجل تعلم العلم، اتعلم، قرأ القرآن، فهم الأحاديث، نفع نفسه، أصلح نفسه، هذب نفسه، قوم نفسه، أصلحها على الطريق المستقيم. طيب بعد ما أصلح نفسه وتعلم يا رسول الله، عمل إيه؟ نفع غيره بالعلم اللي هو تعلمه. نفع غيره بالعلم اللي هو تعلمه. يبقى رجل أتاه الله علم فتعلم، نفع نفسه ونفع غيره. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. طيب يا رسول الله، الحالة التانية اللي فيها الحسد ايه يا حبيبي يا رسول الله؟ عليك الصلاة والسلام. رجل ربنا أعطاه مال، أغناه، وسع عليه، أعطاه من المال ما شاء الله ما أعطاه. ربنا يوسع على عبيده كلهم. طيب عمل ايه الغني ده يا رسول الله؟ أنفق أمواله في سبيل الله. أنفق أمواله في سبيل الله. شاف واحدة يتيمة راح جهزها، شاف مجموعة أطفال يتامى تكفل برعايتهم لغاية ما يتجوزوا، شاف مسجد محتاج صيانة تكفل بيه، شاف مستشفى محتاجة أجهزة تكفل بيها. ده اللي يتحسد. ده اللي انت وانا نقول يا ريتنا نبقى زي فلان، يا ريتنا نبقى زي علان. ده اللي يتحسد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك النبي: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عرفت الحسد في ايه؟ عرفت الحالتين اللي فيهم الحسد؟ ده لما تشوفه قول يا ريتني ابقى زيه، يا ريتني ابقى زي القارئ الفلاني، ما شاء الله صوته جميل، يا ريت صوتي يبقى زي صوته. يا ريتني ابقى زي الشيخ الفلاني، حفظ احاديث رسول الله وفهمها وبيعلمها للناس. لا حسد الا في اثنتين: عالم